اهلا ومرحبا بكم على قناه كوكوت مينوت. اليوم مع نهايه السنه حبيت نختمها بحاجه حلوه ان شاء الله يا ربي يحلي علينا ايامنا وايامكم. مالا حضرت لكم هذا الكاتو رولي كيما راكم تشوفوا في الفيديو، جا شكله ولا اروع. ما نزيد نقول لكم والو، تبعوا الفيديو للاخير واكتشفوا الوصفه. اول حاجه رايحه نحضر الكريمه. في كاسرونه حطيت مغرف كبيره سكر، زدت عليها 2 مغارف كبار فلون فاني و2 مغارف كبار نشا. خلطت المكونات الجافه مع بعض وضفت عليهم نص لتر حليب. نزيد نخلطهم مليح ونحطهم على النار ونبقى نحرك فيهم على نار متوسطه حتى يطيب وتعقد الكريمه تاعنا. وبعد ما تعقد نحطها في وعاء نغطيها في الماريمونتير وندخلها للفريجيدير حتى تبرد مليح. وهنا عندي 400 غرام فراولة، ضفت عليها ملعقة كبيرة عصير ليمون و70 غرام سكر. نخلطهم مليح ونخليهم مدة ربع ساعة حتى يذوب السكر، ومن بعد نطيبها ونخليها تبرد. وفي المرحلة هذه رايحة نحضر البسكوي اللي نحتاج فيه 2 صفار بيض و3 بيضات. نضيف عليهم لافاني و70 غرام سكر. نطلعها بالباتور حتى يتكثف القوام تاعها. بعد ما تكثف القوام تاعها نخليها جانبا ونرجع للبياض اللي كنت خليته من قبل. نطلعه شويه بالباتور ومن بعد نضيف عليه 30 غرام سكر ونكمل نطلعوه حتى يتكثف القوام تاعو مليح. من بعد نضيفه للخليط الاول على 3 دفعات ونبقى نحرك فيه من الاسفل الى الاعلى برفق. بعد ما نكمل كميه البياض اللي عندي نضيف عليها 100 غرام فرينه بعد ما نصفيها ونخلطها غير بشويه مع باقي المكونات حتى تتجانس. من بعد نصبها في مول بعد ما غلفته بورق الزبده وندخلها تطيب على درجه 190 مده 12 دقيقه. وبعد ما تطيب نغطيها بمنديل ونخليها جانبا مده ربع ساعه. بعد ما فات ربع ساعه نحي لها الزوائد من الاطراف باش نتحصل على شكل مستوي. من بعد نغلفلها كامل الوجه بمربى الفراوله اللي كنت حضرته من قبل ونخليها جانبا ونروح للكريمه تاعي. هنا الكريمه تاعي بعد ما بردت راح نخفقها غير شويه ونضيف عليها كوب بودره شونتيي ونطلعها مليح. هنا بعد ما طلعت رايحه نشكل طبقه مليحه فوق مربى الفراوله ونسويها جيدا. بعد ما سويتها جيدا رايحه نقطع شرائط، عرض كل شريط 6 سنتيمتر. بعد ما تحصلت على شرائط متساويه رايحه نروليهم ونروح نشكل بهم الكاطو تاعي. بالنسبه للشريط الاول رايحه نروليه ونحطوه في الطبق اللي رايحه نقدمه فيه، ومن بعد نكمل نرولي عليه كامل الشرائط. وهنا في كل مرحله لازم نضغط شويه باش هكذا يتماسك الكاطو تاعنا. بعد ما كملت كامل الشرائط اللي عندي رايحه نغلف الوجه تاع الشريط الاخير بالكريمه ونزينها. انا هنا زينتها بالطريقه هذه وانتم تقدروا تزينوها كما تحبوا. وهنا بعد ما زينتها هذا هو الشكل النهائي تاعها كما راكم تشوفوا فيه في الفيديو. جات لوحه فنيه. ما نحكي لكم والو على الشكل راكم تشوفوا فيه، نروح نحكي لكم على البنه. جات ولا اروع. البسكوي جا خفيف بزاف بلا ما نشربوه، وبنت الكريمه مع مربى الفراوله جا مزيج هايل. والكريمه حضروها بالطريقه هذه كما حضرتها ورجعوا لي رايكم.
وفي الاخير ما عليا غير نقول لكم كانت هذه اخر وصفه لهذا العام، واستناوني في وصفات العام الجديد ان شاء الله اللي نتمنى يدخل علينا بكل خير وبركات وبالصحه والعافيه، ومع السلامه.